فادي يوسف رئيس ائتلاف آباط مصر وأحد منظمين مؤتمر المصريين بالخارج ما بين ثورة 30 يونيو ومحاربة الإرهاب. المحور الآخر وهو محاربة الإرهاب الأسود المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين من خلال مقابلات البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول المختلفة في ضغط عليها لإدراك جماعة الإخوان كجماعة إرهابية دولية ينبثق من رحمها كافة التنظيمات الإرهابية التي تؤثر على استقرار دول العالم، زي تنظيم القاعدة، زي داعش، زي أنصار بيت المقدس، زي أجناد مصر، زي جيش الإسلام الفلسطيني. تنظيمات كلها بتنبع من فكر وأيديولوجية عمل جماعة الإخوان المسلمين. والهجمة الشرسة ديت ليست فقط تفجيرية أو إرهابية، إنما هي فكرية وثقافية وحضارية. وفي كثير من العناصر الإرهابية هربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أوروبا، واستخدمت المساجد وبيوت العبادة إرصادا لمن حارب مصر، وحرضت المسلمين وفهمتهم أن الحرب مقدسة، هي حرب من أجل الإسلام، وجيشت الشباب الأوروبي وأرسلته لداعش.